بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم أبطال أولى إعدادي مع الدرس الرخم اللي محير كل الطلبة الأحماض والقلويات. ركز معايا يا بطل، والموضوع إن شاء الله هيبقى سهل. أنا أخدت قبل كده إن الأيون يا إما أيون موجب يعني كاتيون يعني فلز فقد، يا إما أيون سالب يعني لا فلز اكتسب فيبقى اسمه أنيون. الكاتيونات ديت يا إما أحادية يا إما ثنائية يا إما ثلاثية. الثلاثية الألمونيوم، الثنائية زي المغنيسيوم ام جي، زي الكالسيوم سي اي، زي الخرسين زد ان، زي الباريوم بي اي. الوحدية زي الليثيوم ال اي، الصوديوم ان اي، البوتاسيوم كي، الفضة اي جي. طبعا سيادتك المفروض انك حافظ الرموز الكيميائية من الترم الاول. طب تعالى الانيونات اللي هي ايونات سالبة اللي هي عناصر لا فلزية. في منها ثنائي زي الاكسيد اللي هو الاو، زي الكبريتيد اللي هو الاس، احاديه زي الفلوريد اللي هو الفلور اف، الكلوريد اللي هو الكلور سي ال، بروميد اللي هو بروم بي ار، اليوديد اللي هو اليود اي. ودولت كلهم هتلاحظ ان اخرهم في اخر الانيونات السالبه هتلاقيها دايما اخرها يد، يعني اكسيد، كبريتيد، فلوريد، كلوريد، هتلاقي اخرها كلمه يد. ولو ان انا عن نفسي مش مقتنع بموضوع انك انت تقول يد وآت والكلام اللي هم عاملينه في المنهج ده. انا بتكلم ان المفروض انك انت تحفظها كفلز ولا فلز تبقى اسهل لك، بس ماشي، هنمشي مع بعض واحده واحده وان شاء الله تلاقي الموضوع سهل. طب تعالى للمجموعات الذريه. المجموعات الذريه دي بيبقى ايون بيتكون من اكتر من ذره لاكتر من عنصر، او ايون متعدد الذرات. طبعا التعريف القديم بتاع المجموعه الذريه كان احسن من كده، كان بيقول لك مجموعه من ذرات العناصر المرتبطه مع بعضها تسلك سلوك الذره الواحده ولها تكافؤ خاص بها. ده التعريف الاساسي بتاع المجموعه الذريه. المجموعه الذريه في منها ثلاثي اللي هي مجموعه الفوسفات بي او 4، في منها ثنائي كربونات سي او 3، كبريتات اس او 4. ودولت اللي كانوا موجودين في منهج تالتة اعدادي، ضافوا لها السنه دي لسنه اولى اعدادي الكبريتيت فخلوها اس او 3. هنا انا هقول لك على حاجه، ان الكبريتات هنعتبر ان ده الاصل، هنعتبر هو ده، مفيش حاجه اسمها اصل وتقليد، بس انا بقول لك عشان اسهلها عليك. فهتلاقي كبريتات اس او 4، يبقى انا عندي كربونات سي او 3 كبريتات اس او 4. لو بتتلخبط الكربونات اولها كربون سي، الكبريتات اولها كبريت اس، يبقى كربونات سي او 3 كبريتات اس او 4. كبريتيت بقى التقليد، شيل من الاس او 4 واحد تبقى اس او 3. تمام كده، يبقى الاصل بتشيل منه واحد يديك التقليد اللي هو اخره يه وته. تعالى الاحادي هيدروكسيد، وده مهم جدا لانه بيبقى بتاع القلويات او اتش، نترات ان او 3 ده الاصلي. طب خد التقليد بتاعه نيتريت، اطرح من التلاتة واحد تبقى ان او 2. يبقى هنا كبريتات اس او 4 اطرح منها واحد تبقى كبريتيت اس او 3. هنا نترات ان او 3 اطرح منها واحد تبقى نيتريت ان او 2. كنت انت اخدت هنا الكربونات سي او 3، حطها هي سي او 3 بس حط لها اتش يبقى اسمها بيكربونات. يبقى الكربونات ثنائيه، البيكربونات احاديه، هتحط لها اتش بس سي او 3 تبقى بيكربونات. طبعا في كتاب الامتحان هتلاقي الكلورايت سي ال او 2، في كتاب الاضواء هتلاقيه هيبوكلورايت سي ال او، فانا حاطط لك الاثنين هنا موجودين. وطبعا اخرهم الامونيوم ان اتش 4، وانا خلته لك في الاخر لان هو الوحيد اللي مجموعه ذريه موجبه. ويعني ايه مجموعه ذريه موجبه؟ هو الوحيد اللي ينفع يتحط على الشمال. انا في اي صيغه بحط المجموعات الذريه على اليمين، الامونيوم ده الوحيد اللي ينفع احطه على الشمال، عشان كده هو الوحيد اللي موجب. يبقى مجموعه الامونيوم هي المجموعه الذريه الوحيده الموجبه اللي بتكتب على اليسار واللي بيبدا بيها المركب. طيب تعالى بقى نشوف هنا ان في عالم اسمه العالم ارهانيوس. العالم ده هو اللي وضح ان الاحماض بتدوب في الميه وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه، وان القلوات بتدوب في الميه وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. والجزء ده اخدنا عنه فكره في الترم الاول بس فكره بسيطه. تعالى بقى يا سيدي وركز قوي في الجزء ده. الاحماض عندي نوعين، يا اما احماض لا اكسجينيه يا اما احماض اكسجينيه. سيبك بقى من الكلام بتاع الكتاب، اخرها يد ببدلها بيوك، واخرها اد ببدلها بيوك، واخرها يت بخليها وز. ركز في اللي انا هقوله.
انا هنا عندي الاحماض اللا اكسجينيه، يعني معناها ان الهيدروجين مع لا فلز مش مع مجموعه ذريه. يعني انا عندي هنا في الجزء ده احماض اكسجينيه، يعني الهيدروجين واخده مع مجموعه ذريه زي الكربونات زي الكبريتات زي النترات زي الفوسفات، كلهم فيهم او. بينما الاحماض اللا اكسجينيه يعني الهيدروجين مع لا فلز، هيدروجين مع كبريت، هيدروجين مع بروم، هيدروجين مع يود، ايا كان. يبقى ده اول ملحوظه تخلي بالك منها عشان الموضوع يبقى سهل. يبقى نخلص الاول من الاحماض اللا اكسجينيه، يعني ما فيهاش اكسجين، يعني معنى كده ان هي عباره عن الهيدروجين زائد لا فلز. سيبك من الكلام اللي هو حشيلك بيه الكتاب ده وقال لك بتبدا بايه ومتبوعه بالمقطع هيدرو مش عارف، فكك بالكلام ده كله. باختصار الاحماض اللا اكسجينيه هي عباره عن هيدروجين زائد لا فلز. بص بقى هعمل ايه. ما دام احماض لا اكسجينيه يعني هيدروجين زائد لا فلز، بحط الاول كلمه هيدرو، وبعد كده بحط اسم اللا فلز، وبعد كده بحط كلمه يوك. يعني انا مثلا عندي يود اهو اي، فبقول كلمه هيدرو يبقى اتش اي هيدرو، وبعدين بقول اليود وبعدين يوك فيبقى اسمه هيدرويوديك. طب هنا تعالى يلا نتمرن بقى. اتش بي ار هتقول لي حمض الهيدرو، تمام. طب حمض الهيدرو تمام، وبعدين البروم فيبقى بروم، وبعدين يوك فيبقى اسمه حمض الهيدروبروميك يبقى اتش بي ار. طب تعالى للي فوقيه وده الاهم واحد فيهم، اتش سي ال. السي ال اسمه ايه؟ هتقول لي كلور، يبقى هيدرو وحط لي كلمه كلور وبعدين يوك. يبقى انا اللي اعمله لك بالازرق ده اسم اللا فلز. يبقى انت هنا يود حطيته بين كلمه هيدرو ويوك، خلاص. يبقى هيدرويوديك اتش اي، هيدروبروميك اتش بي ار، هيدروكلوريك اتش سي ال، هيدروكبريتيك يبقى انا حطيت الكبريت بس هتبقى اسمها اتش 2 اس. طب ال2 دي بتاعت مين يا مستر؟ هتقولي بتاعت الاس لان الاس ثنائي. انت هنا لازم تبقى حافظ التكافؤات، وبتعمل التكافؤ طبعا بالتبادل، يعني الاتش وراها الاتنين بتاعت الاس، والاتش احادي يتحط الواحد بتاعها ورا الاس بس الواحد ما بتكتبش. فقال لك هنا بتبدا التسميه بكلمه حمض متبوعه بكلمه هيدرو، فانت بتقول هيدرو وبعدين اسم الانيون اللي هو اللافلز، وبتستبدل كلمه يد بيوك. طبعا يعني يقصد كلمه بروميد مثلا تبقى بروميك، كلوريد تبقى كلوريك، يوديد تبقى يوديك، فانت بتحول يد ليوك. تمام كده؟ تمام كده يا شباب. كده يبقى خلصنا بالاحماض اللا اكسجينيه. يبقى انت هتحط الحمض وبعدين هيدرو وبعدين اسم اللا فلز، بتحول يد ليوك كده، انت بتخلي كلمة يوك بعدها لأن اللا فلز نفسه هيبقى اسمه كبريتيد كلوريد بروميد، فبتحول يد اليوك فيبقى الهيدرو وبعدين اسم اللا فلز وبعدين كلمة يوك. كده خلصنا من الأحماض اللا أكسجينية. تعال ندخل بقى للأحماض الأكسجينية. قال لك هنا أنت هتاخد المجموعة الذرية وتحط لها لو آخرها آت اللي هي الأصلية. أنت فاكر لما أنا قلت لك أصلية؟ أنت هنا أصلية مثلا زي كلمة كبريتات دي أصلية فيبقى اسمها كبريتيك. طب افرض ان انا عندي التقليد بتاعها اللي هو كبريتيت، فعشان نميز ما بينهم اللي اخرها يه وته هتخلي اخرها وز، فهتفتكرها بكلمة يتجوز. يتجوز، يت يبقى وز، يت يبقى وز، يتجوز وياكل وز. يبقى هنا التقليد بتحط له وز، الاصلي بتحط له يوك زيه زي اللا اكسجينيه. يعني انا اللا اكسجينيه اخره يوك. فهنا مثلا انا مجموعه كبريتات هتقول لي ده اصليه، يبقى كبريتات اس او 4 اصليه، يبقى اسمه حمض كبريتيك يه كاف. طيب كبريتيت اللي هي اس او 3 ده اهي، حط لها الاتش تبقى اسمها كبريتوز. ليه؟ لان هي اخرها يه وته اللي هي كبريتيت اللي هي التقليد. تمام كده؟ فانا حاطط لك مظلل لك التلاتة. بص كده لو قلت لك حمض كبريتيك
يبقى هتقول لي كبريتيك يبقى مجموعة ذرية أصلية، يبقى H2SO4. وال2 بتاعت مين؟ هتقول لي بتاعت الكبريتات، لأن الكبريتات تكافؤها ثنائي. طيب كبريتوز يبقى ديت التقليد. طبعا مفيش حاجة اسمها أصل وتقليد، أنا ببسط لك بس المعلومة. أنت طبعا التقليد بتنقص منها واحد، فهنا SO4 هتبقى SO3. يبقى حمض كبريتوز H2SO3، وهي برضو ثنائية هنا، فهتبقى H2 ال2 بتاعت ال SO3. يبقى حمض كبريتيك تقول لي H2SO4 مجموعة أصلية، H2SO3 تبقى إيه؟ كبريتوز. يبقى ديت التقليد. قلت لك كلمة هيدرو اعرف إن أنا بتكلم على لا فلز، يبقى ما فيهوش أكسجين خالص. يبقى H2S، يبقى H2S. صعبة كده يا شباب؟ يبقى حمض كبريتيك H2SO4، حمض كبريتوز H2SO3، حمض هيدرو كبريتيك. مادام سمعت كلمة هيدرو يبقى أحماض لا أكسجينية، يبقى الاتش مع اللا فلز، فهتحط H2S. صعبة يا شباب؟ تعالى هنا مثال تاني، حمض النيتريك يبقى مجموعة نترات، نيتريك مجموعة نترات، كربونيك مجموعة كربونات. طب النيتريك HNO3، طبعا هنا ال H أحادي وال NO3 أحادي، فكده مفيش ورا ال H2. طب حمض نيتروز يبقى تقليد، يبقى النترات اسمها نيتريت اللي هي NO2، يبقى برضو HNO2 لأن الاتنين دول أحادي، بس واحدة منهم أصلية، فيبقى اسمها نيتريك آخرها يه وكاف، والفرعية أو التقليد اللي هي نيتريت آخرها يه وته، يتجوز آخرها يه وته، يبقى آخرها وز، يتجوز وياكل وز. يبقى نيتريك HNO3، نيتروز HNO2. حمض كربونيك او كربونيك يبقى H2CO3، ال2 برضو بتاعت الكربونات ودي مجموعة اصلية يبقى اخرها يوك. حمض الفوسفوريك H3PO4، الثري بتاعت مين؟ بتاعت الBO4 اللي هي ثلاثية، يبقى الاتش وراها التلاتة بتاعت الBO4 لان الBO4 ثلاثية. حمض الكلوروز HClO2، حمض الهيبوكلوروز HClO. صعب يا جماعة الخير كده؟ بيتهيألي كده الموضوع بقى سهل. استبدل آت بيوك، وطبعا آت ده اللي هي المجموعات الأصلية، واليت تتحول لوز اللي هي يتجوز، يت ده اللي هي المجموعات اللي احنا هنقوله مشتقة منها، زي مثلا النترات دي أصلية يبقى نيتريت ديت مشتقة منها NO2. الكبريتات أصلية SO4 المشتق منها أو التقليد SO3. بيتهيألي كده الموضوع بتاع الأحماض بقى سهل. تعال بقى هنا يجيب لك مثلا، وده بيجي في الامتحان يقول لك اذكر اسم مركب في الحالة الغازية. طبعا هنا HCl مادام لا فلز يبقى معنى كده هتحط له كلمة هيدرو، وهنا لا فلز هيدرو، لا فلز هيدرو، لا فلز هيدرو، عادي خالص. يبقى حمض هيدرو كلوريك لان مع الكلور. بروم يبقى هيدرو بروميك، مع الكبريت هيدرو كبريتيك، مع اليود هيدرو يوديك. ده اسم الحمض. طب تعال نشوف في الحالة الغازية. هتقول لي كلوريد الهيدروجين، بروميد الهيدروجين، كبريتيد الهيدروجين، يوديد الهيدروجين. عملية سهلة خالص ما فيهاش اي مشكلة. طب تعالى لأهمية الأحماض في حياتنا. قال لك حمض الهيدروكلوريك ده اللي بتفرزه المعدة وبيساهم في هضم الطعام. حمض اللاكتيك اللي هو C3H6O3، طبعا الرمز نفسه مش عليك، هو كاتبه لك في الكتاب من غير الرمز، بس انا كتبت لك الرمز بتاعه. قال لك ده بيمد العضلات بالطاقة، والسؤال ده دايما بيجي في الامتحان، مهم جدا حمض اللاكتيك ده. وحمض الهيدروكلوريك برضه قال لك بيمد العضلات بالطاقة اللازمة عند نقص الأكسجين، وعند تراكمه في العضلات بيسبب الشد العضلي. طب تعالى القلويات. القلويات بقى بص العملية سهلة ازاي. حطينا صوديوم، حط لها OH تبقى NaOH هيدروكسيد الصوديوم، قلوي قوي. طب حط لها مغنيسيوم يبقى MgOH الكل 2 او باي 2، بتحط قوسين وتكتب 2، وال2 ديت بتاعت مين؟ هتقول لي بتاعت المغنيسيوم لان المغنيسيوم ثنائي. طب تعالى للامونيوم، هنحط الامونيوم مجموعه ذريه على الشمال ونحط معاها الاو اتش تبقى هيدروكسيد الامونيوم، وده قلوي ضعيف بيبقى NH4OH.
تعالى لأهمية القلوات في حياتنا. لبن المغنيسيا برضو مهم جدا، بيستخدم كعلاج مؤقت لحموضة المعدة، وده اللي هو بيبقى ايه لما حد بيبقى عنده حموضة زي رمضان كده، لما انت بتبقى دابب الاكل جامد النهارده اول يوم في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. تلاقي ممكن تيجي لك حموضة من اكل مكرونة بشاميل والحاجات دي، فبتشرب ايه، بتاخد فوار او بتاخد ايه، في ادويه كتير زي مثلا ميكو جيل والحاجات دي اللي هي بتبقى في الايه في الصيدليات، فبتاخد لبن المغنيسيا ده كعلاج لايه مؤقت لحموضه المعده MgOH كل 2. طب ليه؟ قال لك الاحتواء على هيدروكسيد المغنيسيوم اللي بيعادل الحموضه الزائده في المعده. تمام. طيب تعالى هنا في ملحوظه برضو هنا بتيجي في الامتحانات لما يسالك على عدد الذرات في المركب وعدد العناصر. بص يا جميل، انا مثلا هنا مديك مركب NH4 باي 2 CO3، بقول لك هنا عدد الذرات كام؟ هتقول له عدد الذرات 14. بحسبها ازاي؟ هتقول لي الاو اهو ب3، تمام، والكربون ب1. تعالى بقى للجزء اللي يلخبط ده بقى. بص كده، الN هتنضرب في الH اللي ب4، الH تحتها 4، يبقى 2 في 4 بكام؟ هتقول لي ب8. والاتنين تنضرب في الN اللي هي اصلا ب1 لان ما تحتهاش حاجة، هتبقى كده بايه؟ ب2. يبقى 2 زائد 8 ده 10، والكربون ب1 يبقى 11، والاكسجين ب3 يبقى كده 14. طب تعالى للنيتريك HNO3، كم عنصر وكم ذرة؟ هتقول لي من حيث العناصر 3، هيدروجين ونيتروجين واكسجين. طب من حيث الذرات هتقول لي واحدة هيدروجين وواحدة نيتروجين، ادي كده 2، و3 اكسجين، يبقوا كده كام؟ هتقول لي 5. يبقى عدد الذرات 5، 3 اكسجين وواحدة نيتروجين وواحدة هيدروجين. تمام. وديت المصطلحات بتاعت الجزء ده. ارهانيوس اللي قام بالتمييز بالاحماض والقلويات، الاحماض اللا اكسجينيه والاكسجينيه، وحمض الهيدروكلوريك واللاكتيك ولبن المغنيسيا. لو قال لك هنا علل ليه الشحنه الكليه لجزيء اي مركب بتساوي 0 او 0، هتقول له تساوي الشحنات الموجبه في المركب مع عدد الشحنات السالبه فيه. علل ليه بتتضمن الصيغه الجزيئيه الهيدروكسيد المغنيسيوم مجموعتي هيدروكسيد، يعني يقصد بها ان المغنيسيوم اسمه MgOH الكل 2، MgOH الكل 2. ليه بتبقى بالصيغه ديت؟ يعني ليه وراها 2؟ انت عارف ان وراها 2 ده التكافؤ بتاع المغنيسيوم. هتقول له لان كاتيون المغنيسيوم يحمل شحنتين موجبتين، لانه بيفقد، يعني هو كاتيون يعني ايون موجب بيحمل شحنتين موجبتين، لان المغنيسيوم Mg12، وعدد مجموعة الهيدروكسيد اللي هي الاو اتش ديت بيساوي مقدار شحنة الكاتيون المكون لها، عشان كده بيبقوا 2. ليه بتفرز المعدة حمض الهيدروكلوريك؟ هتقول له ليساهم في هضم الطعام. ليه بيستخدم لبن المغنيسيا كعلاج مؤقت لحموضة المعدة؟ هتقول له الاحتواء على مادة هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH الكل 2 اللي بتعادل حموضة المعدة. طبعا هنا في اسئله، اكتب الصيغه الجزيئيه، ماده تزرق ورقه عباد الشمس، وعلاج حموضه هتقول له لبن المغنيسيا. تفرز المعده وساهم في الهضم هتقول له حمض الهيدروكلوريك HCl، وهكذا، واستخرج الكلمه المختلفه وكده. تعالى الخواص الاحماض والقلويات بقى لك. الاحماض زي الليمون والكاتشب والعنب، والقلويات زي المنظفات ومعجون الاسنان وصودا الخبيز. الحمض بيؤدي ذوبانها الى زياده كاتيون الهيدروجين الموجب، القلويات الى زيادة الانيون الهيدروكسيد السالب. خلاص. قال لك هنا الكاتيون بتاع الهيدروجين الموجب ده هو اللي مسؤول عن جميع خواص الاحماض، انها تحمر شريط دوار الشمس الازرق، وان لها طعم لاذع. يعني ده كان في المنهج القديم بس مش علينا دلوقتي. يبقى الطعم اللاذع ده، وان بتتحول لون شريط دوار الشمس من اللون الازرق للون الاحمر، لان الاحماض بتحمر والقلوات بتزرق، وده اللي هناخده في الدرس الجاي برضو ان شاء الله في الادله الكيميائيه. طب تعالى للهيدروكسيد السالب اللي هي انيونات الهيدروكسيد السالب في القلويات. قال لك المسؤول عن جميع خواص القلويات اللي هي الاو اتش السالب. الاحماض طبعا في منها احماض قويه زي حمض الهيدروكلوريك HCl، حمض النيتريك HNO3، حمض الكبريتيك H2SO4. هنا ما انتش ملاحظ حاجه؟ ان حمض النيتريك HNO3 ده الاصل اهو اللي هي النترات، فهتلاقي الضعيف منه اللي هو النيتروز NO2، لانك انت بتطرح منها واحد اللي هي التقليد زي ما قلنا.
وطبعا انا بكرر تاني عشان ما فيش مدرس يشوف كلامي ويقول لي اللي انت بتقوله ده غلط. انا ما اقصدش هنا ان في حاجه اصل وحاجه تقليد، انا ببسط المعلومه للطالب. ان انا هنا ان او 3 اللي هي النترات، يبقى هنا النيتريت ان او 2، يبقى ده هتلاقيه ضعيف. يبقى المجموعه الاصليه هتلاقيها قويه، المجموعه التقليد او يعني التقليد بتاعها ده هتلاقي انها احماض ضعيف. الكبريتيك مجموعه كبريتات اس او 4، اطرح منها واحد تبقى مجموعه كبريتيت اللي هي الكبريتوز، هتلاقيه ضعيف. الهيدروكلوريك ده قوي. الخليك اللي هو سي اتش 3 سي او اتش، بس الرمز ده مش عليك انا كاتبه لك زياده، ده حمض ضعيف. فطبعا الاحماض القويه بتوصل التيار الكهربي، الاحماض الضعيفه بتوصل اقل، وهكذا. قلوات قويه جيده التوصيل للكهرباء اللي هو هيدروكسيد الصوديوم اللي هي الصودا الكاويه NaOH. طب القلوات الضعيفه اللي هو هيدروكسيد الامونيوم NH4OH. طبعا تفاعل الاحماض مع القلويات ده اسمه تفاعل التعادل، موجود على تالتة اعدادي دلوقتي، بس طبعا المنهج هيتلغي. NaOH اللي هو هيدروكسيد الصوديوم مع HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك، بيدينا NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم زائد H2O اللي هي الميه. يبقى تفاعل حمض مع قلوي بيدينا ملح وميه، وده اسمه تفاعل التعادل. يبقى الاملاح، وده برضو هناخده في الدرس الجاي ان شاء الله، ان الاملاح هي ناتج تفاعل حمض مع قلوي، لان بيدينا ملح وايه وميه زي ما شفنا. الملح ده اللي هو ملح الطعام كلوريد الصوديوم NaCl. تعالى بقى هنا للاكاسيد بتاعه الفلزات واللافلزات. قال لك اكاسيد الفلزات، الاكاسيد اللي بتاعه الفلزات دي اسمها اكاسيد قاعديه، واكاسيد اللافلزات اسمها اكاسيد حمضيه. بص بقى معايا هتقولها ازاي. الاكاسيد القاعديه اكاسيد فلزيه بعضها يذوب في الماء مكونه قلويات. يبقى قاعديه مكونه قلويات. خلي بالك انا هنا لو قلت بعضها لان في بعضها ما بيدوبش، زي اكسيد الحديد واكسيد النحاس، وده كان موجود في المنهج القديم بتاع تاني اعدادي. طب تعالى الاكاسيد اللافلزات اللي هي الاكاسيد الحامضيه، هتقول لي ايه الاكاسيد الحامضيه؟ اكاسيد لافلزيه تذوب في الماء مكونه احماض. يعني انا مثلا لو خدت الاس او 3 هتقول لي ده لافلز اللي هو الكبريت مع الاكسيد. لو انت خدته مع الميه اللي هي H2O هيديك H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك. طب تعالى خد المغنيسيوم مع الاكسجين هيديك اكسيد مغنيسيوم. خد اكسيد المغنيسيوم مع الميه اللي هي H2O هيديك هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH كل 2. فما دام اداك هيدروكسيد يبقى قلوي. يبقى هنا اكسيد المغنيسيوم بيديك هيدروكسيد مغنيسيوم، يبقى ده قلوي بيزرق ورقه دوار الشمس الحمراء. بينما هنا الاس او 3 بيديك H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك، وده بيحمر ورقة دوار الشمس الزرقاء. صعب يا جماعة الخير؟ اظن كده الموضوع بقى سهل. طبعا الاسئلة لعل لان الفيديو كده زاد معانا مش عايز اقولها كلها، يعني اهي هتبقى انت اقراها، انا سايبها لك في الفيديو، بوقف الفيديو اقراهم عشان ما ناخدش بس من وقت الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش طويل. تعال بقى لاخر حاجة في درسنا وهي الامطار الحمضية. انا لسه قايل لك ان الاس او 3 لما بيختلط بالميه بيديك H2SO4. امطار الحمضيه زيها. قال لك في ثاني اكسيد النيتروجين NO2 وثاني اكسيد الكبريت SO2، دولت لو اجتمعوا مع الميه بيسقطوا على هيئه امطار حمضيه. الميه اللي هي بخار الماء او اللي هي الامطار يعني، فبتسقط على هيئه حاجه اسمها امطار حمضيه. دي امطار بتنتج عن ذوبان الاكاسيد الحمضيه في بخار الماء. ديت بتضر بقى، بتدمر الغابات، لان تصور ان ميه نار نازله على الاشجار هتعمل فيها تموتها. واضرار بالكائنات الحيه اللي بتعيش في المسطحات المائيه، وتآكل احجار المباني، ومشكلات صحيه بالجهاز التنفسي. تصور ان واحد بيستنشق ميه نار يحصل له ايه؟ خلاص. فقال لك يعتبر ثاني اكسيد الكربون مع اكسيد الحمضيه. هتقول له لان اكسيد لا فلز بيدوب في الميه ويكون حمض اللي هي الامطار الحمضيه. وطبعا باقي الاسئله بقى انت اقراها، يعني وقف الفيديو اقراها عشان ايه الفيديو كده بقى كبير، عدى التلت ساعه، وانا ايه يعني كنت عايز اعمله في اقل وقت ممكن. ديت اهيت الاسئله همر عليها وابقى انت شوفها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.
وبكده نكون خلصنا شرح درس النهاردة. يا رب يكون الشرح عجبكم، يكون الشرح ممتع. أشوفكم إن شاء الله في دروس جديدة بإذن الله. أي تعليق أو أي اقتراح أو أي طلب ياريت تسيبوه لنا في الكومنتات على الفيديو. دائما نقول: تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة، بقوة تأخذون الكتاب، موفقين ناجحين إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشترك بالقناة، وتعمل لايك إعجاب بالفيديو، وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد.